ايه يا جماعه؟ ما بقول لك اقول لك على حاجه، انا ما بفهمش. انت بتفهم يعني؟ ممكن حد يفهمني ده؟ حد بقى من الناس اللي هي عندها خبره يفهمني ايه ده؟ والله يا جماعه مهما توقعت سيناريوهات كره القدم لازم كل مره تكذب. يعني مهما حسيت ان انت فاهم كده ايه اللي هيحصل وايه اللي هيدور والكلام ده وخلاص الماتش خلصان بقى وبتاع، لا كره القدم تيجي تقول لك انت تعالى اقول لك ماتش خلصان، فرقه عامله ماتش عالمي ومدربهم مدرب عالمي وعامل ماتش عالمي مرتين ثلاثه اربعه، حتى على انريكي تكتيكيا وفنيا وسيطره وكوره وجوال وكل حاجه حرفيا في الشوطين على مدار الشوطين كلهم. كل اللي هو عمله بس ان هو جه قرر يدافع ويرجع كده شويه لورا ويخرج الاثنين اللي هم اساسا مؤثرين في خط الهجوم، اللي هو اصلا كان ابتدى اساسا يعني اخر 10 دقائق ما يهاجمش تقريبا، تنزل لعيبه المفروض ان هي دكه. يعني اللعيبه دي مش اساسيه اصلا، المفروض ان اللعيبه دي دكه ايه ده؟ اللعيبه دي دكه الدكه. كان الشاب ده او الواد الصيني الثاني، يعني المفروض باركولا اصلا كان هو اللي بينزل دكه، والواد الصيني ده المفروض ان هو دكه الدكه، عشان يقرروا ان هم يعملوا ريمونتادا ويكسبوا الرجاله اللي هي ما كانتش موجوده النهارده في الماتش، ولا دوي ولا كفاراتسخيليا ولا ديمبي من وجهه نظري يعني من قبل الاسيست اللي عمل، ويحسسوا كل جماهير توتنهام اللي كانوا خلاص بيحتفلوا بالمكسب ده ان خلاص يا معلم البطوله اتسرقت ايه؟ البطوله اتنتشت منك ودول هم اللي بقوا ابطال السوق. يعني مش فاهم حاجه.